السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. اتكلمنا في الفيديوهات اللي فاتت عن الفرق بين الرعاية والتعليم والتربية. طب ليه لازم نعرف المصطلحات؟ لان الانسان اللي بيفهم الحاجة بيعرف يطبقها، ولو ما فهمهاش مش هيطبقها عمره على الوجه الاكمل. بنسمع ناس كتير بتطلع لكم فيديوهات اعملوا كذا مع الطفل، اعملوا كذا مع الطفل، لكن لما هتفهموا الوضع هيختلف تماما، التطبيق هيبقى اسهل بكتير وهيبقى كمان على الوجه الاكمل. تمام؟ فعشان كده انا عايزه افهمكم واعرفكم كل حاجه، عشان لما انتوا تطبقوا انتوا كمان هتبتكروا فوق اللي انا هقوله لكم. تمام؟ نقول بسم الله ونبدا حلقتنا. طيب احنا خلاص عرفنا الفرق بين الثلاث حاجات. ازاي بقى المفروض هنربي الطفل؟ ازاي نغير كل عاده بنعملها وكل رعايه بنقدمها له لتربيه؟ من اول ما بيصحى من الطفل الصبح عشان يجهز ويروح المدرسه لغايه لما بيروح وبينام، انا على مدار اليوم ده كله انا بقدم له وسائل كل وسائل الرعايه اللي هو بيحتاجها، من اني بحضر له اكله، بجهز له لبسه النظيف، بوصله عشان احافظ على امانه، برجعه، بذاكر معاه دروسه، ولغايه لما بيدخل السرير وينام. على مدار اليوم وانا موفره له كل الرعايه اللي هو محتاجها. طب ازاي بقى ان احنا نوفر للطفل بقى بيئه كمان مناسبه للتربيه، وازاي يحول كل ده لتربيه؟ انا هقول لكم، بس خلينا نتفق على حاجه. الطفل ملوش اي علاقه بالضغوط اللي انت بتتعرضي لها والتعب اللي انت بتشوفيه وان انت ما نمتيش كويس. ايوه، في كتير مننا ما بيعرفوش يتحكموا في انفعالاتهم وغصب عنهم اعصابهم بتفلت، بس الطفل ملوش اي ذنب. بالعكس هو هيبقى دايما محتار، هي ليه ماما بتعاملني كده؟ طيب ازاي بقى نحول كل حاجة بنعملها على مدار اليوم لتربية؟ انا مش عايزه اطول عليكم في الفيديوهات، فانا هحاول اعملها لكم في فيديوهات قصيره، بس خلينا نتفق ان احنا اول ما هنبدا الفيديو اللي جاي هندخل على طول على المثال اللي هو من اول ما نصحى من النوم الصبح. هنبدا كلامنا بسم الله. احنا اول ما نصحى من النوم الصبح مع الطفل بنعمل ايه؟ يلا نصلي على النبي واشوفكم الفيديو الجاي، انتظروه، هنزله لكم على طول ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.